السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عليكم رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم الشباكيه اللي كنصيب. راني ديجا حاطاها في القناه. هنا درت المسكه حره مع الملحه، وهنا كندير واحد كاس تاع العنبه ديال المزهر. هنا عفوا 2 كيسان تاع المزهر، ها هما تنديرهم، كندفيهم وندير فيهم الزعفران شعرة. وعندي هنايا الدقيق 2 كيلو و400 غرام ديال الدقيق. دقيق يكون سبيسيال ديال الحلويات، يعني ممتاز باش ما يشرب ليكم ما والو. هنايا كما قلت لكم 2 كيلو و400 غرام تاع الدقيق. صافي هنا إلا عبروا بالزلافة الصغيرة. ردوا البال من هاد قضية الزلافة، راه كاينة الكبيرة والصغيرة كما كتشوفوا. كبيرة كتهز نص كيلو، كاينة الصغيرة كتهز ربعة. هنايا أنا بغيت نشير لكم لهاد القضية. عندي هنايا 2 كيلو و400 غرام. غادي ندير فيه 2 كيسان قياس العنبة ديال الزنجلان محمر ومطحون. كنركز على محمر، ما ديروهش خضر. حمروه كيطلق البنه وطحنوه مزيان مزيان باش ما يجيش فيه هذاك التفرتيت ويقطع لكم الشباكيه. وجوج كي وجوج كيسان ديال اللوز، حتى هو اللوز نحمروه غير شويه ونطحنوه، حتى هو نطحنوه مزيان معكوه. حاولوا طحنوهم مزيان، لان الا ما طحنتوهمش راه غادي يقطعوا لكم العجينه والتشبيكه ما غاديش تبقى تقطع لكم. يعني طحنوا داكشي مزيان، نيلوه. صافي هنا قلنا 2 كيسان ديال الزنجلان، 2 كيسان ديال اللوز. وعندي هنا ديك المسكه حره اللي قلت لكم انا طحنتها مع الملحه. صافي هنايا وغادي نضيف هنا كما كتشوفوا، كما كنقولوا نخلط داكشي اللي ناشف، غنخلطو مع الفورس. وغندير هنا 2 خمارات تاع الحلوى. ما تنديرش الخميره تاع العجينه، لان الخميره تاع الخبز الا درتوها فالشباكيه كتنفخ في المقله وغتشرب لكم العسل. وبالنسبة للناس اللي كيبيعوا الشباكية، ما كان زعما من النصيحة مني ما يديروش الخميرة، لأنها كتشرب العسل وكتثقل في الميزان. هنايا أنا درت واحد 2 معالق كبار عامرين ديال القرفة، حتى هي تكون مطحونة ومغربلة. من الأحسن ديروا القرفة طحنوها على يديكم. هنا عاوتاني كندير واحد 2 معالق ديال النافع و2 معالق تاع حبة حلاوة. كما شفتوا 2 معالق النافع 2 معالق حبة حلاوة. كلشي هادشي حاولوا أنكم طحنوه وتغربلوه ويكون مغربل في داك الغربال اللي رقيق. صافي غندير هنا واحد الحكيكه تاع الكوزه، اللي ما بغاش يدير الكوزه ما يديرهاش. انا في هاد العجنه الاولى انا درت الكوزه، ولكن العجنات الاخرين ما درتش الكوزه صراحه. صافي هنا وحاولوا تحطوا قدامكم كلشي المقادير، لان باش ما تنساوش. انا براسي شحال من مره طرات ليا، والحاجه الوحيده اللي نسيتها 2 مرات هي الخل. كنعاود نشد الشباكيه وكنكون شبكتها وساليت، وكنعاود نشدها وكنعجنها ونزيد عليها، كندفي الخل ونزيدو عليها. هنايا أنا كنخلّط داكشي اللي ناشف باش تحل ليا داك الزنجلان واللوز كيتحلّوا كاملين. أنا القصرية راه جاتني مضيّقة، المهم خدمت فيها. هنايا غندير واحد نص كاس تاع الخل، نص كاس زايد شوية. العبار ديال كيلو ديروا 4 كاس تاع الخل أو 4 المعلقات كبار ديال الخل. وهنايا واحد الطريقة اللي بغا يدفي هاد السوائل يدفيهم. أنا ما دفيتهمش هنايا، لأن كنت مزروبة ما دفيتهمش. وهو من الأحسن تدفيوهم. ديروا هاد المزهر والخل في واحد الكاسرونة ودفيوهم، وداك كاس تاع الما وخلطوهم ودفيوهم. هنايا قلنا 2 كيلو 200 غرام ديال الدقيق، رانا درت فيه نص كاس ديال الخل العادي. صافي عندي هنايا هذاك 2 كيسان تاع مزهر، درت فيهم الزعفران شعرة. هادو راه دافيين دفيتهم انايا. وغندوز هنايا ندير الزيت هنا غندير 2 كيسان ديال الزيت. حاولوا ان ليدان في الشباكيه ما يكونش كتير، لان غتجي كتطلق الزيت وكتفرست ليكم. وما تقلوش عاوتاني، يعني راه العبار خصو يكون مضبوط.
هنا أنا قلت لكم 2 كيسان تاع الزيت، كنذكركم لأنني دايرة 2 كيلو و400 غرام. إلا درتو كيلو و200 غرام ديروا غير كاس واحد. درت هنايا نص كاس تاع زيت العود أو زيت الزيتون، ماشي ضرورية اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، يعني ماشي ضرورية صراحة، ولكن راه زيت العود كتعطي واحد النكهة زوينة. الزبدة هنايا أنا راه درت رابعة تاع الزبدة، 250 غرام تاع الزبدة، راه ملي كدوبوها كتعطيكم 2 كيسان بالضبط ديال العنبة تاع الزبدة. وكنذكركم راني دايرة 2 كيلو و400 غرام، دائما إلا درتو كيلو و200 غرام ديروا غير كاس تاع الزبدة. صافي هنا بانت لي القصرية عمرات عمرات وما لقيتش كيفاش غادي نقلبها في حاجة أخرى. المهم أنا غنحاول هنايا غادي نخلطها ومن بعد راني غنحطها فوق الرخامة ونكمل الخدمة ديالي. نتمنى إن شاء الله نكون شرحت لكم مزيان مزيان. هنا نسيت كما قلت لكم راني ما حطيتش الخرقوم. هنا اللي بغى يدير الضامة تاع الزعفران يديرها. انا تندير الخرقوم عرق، هذا مطحون على اليد وراه تيجي كيعطي نفس اللون ديال الضامة تاع الزعفران. درت هنايا واحد 2 معالق تاع هاد الخرقوم عرق ضفتو، وديما كنتفكر تنقول ياك ما نسيت شي حاجة قبل ما نخلط. المهم الأخوات حطوا كلشي قدامكم، كلشي وحاولوا تذكروا واش ما نسيتو حتى شي حاجة، عاد بداو الخدمة ديالكم. صافي هنايا أنا غادي نخلط هادشي مزيان مزيان، ومن بعد غادي نقلبو فوق الرخامة وغادي باش نحكمو مزيان. والعجينة تاع الشباكية هنا راه ما تضيفوش السوائل، يعني كنقصد الماء أو المزهر، اللي بغا يخلط بالمزهر أو الماء ما تضيفوش بدقة واحدة، بقاو تضيفوه بشوية بشوية وانتم كتخلطوا، لأن العجينة تاع الشباكية خصها تجي شوية واقفة قاصحة، ماشي قاصحة تاني تعذبكم في التشباك وفي الدليك وتبقى كتفرتت، ولكن خصها تجي يعني شادة راسها، يعني العجينة واقفة باش الشباكية كتجي هشيشة. أما إلا كانت درتوها مطلوقة مطلوقة يعني بزاف، راه الشباكية ديالكم كونوا متأكدين أنها تجي قاصحة. صافي هنايا راه خصكم الشباكية تجمعوها وخصكم الكتاف باش تدلكو. صعيبة هي راه الخدمة تاع الشباكية، ماشي الثمن ديالها اللي كيقوموها الناس راه ماشي الثمن ديالها بالقوام، راه الثمن ديالها بالخدمة، لأن الصراحة فيها تمارة وكتبغي العوين، كتبغي العوين الشباكية وفيها تمارة صراحةً، يعني وكتشد لك الوقت كتير، خصوصًا إلا كانت يدك بوحدك. هنا كما قلتو راه غنبدا نضيف في الماء، هنا راه غير الماء من الروبيني كنضيف فيه، ولكن أنا عندي الماء سخون في الروبيني، يعني حاولوا مع كاينة الزبدة حاولوا تضيفوا الماء يكون دافي، دافي باش يطلق لكم حتى العجينة تجمع معاكم وترخف. ضيفوا الماء دافي ولكن غير بشوية بشوية. أنا المهم هاد 2 كيلو و400 غرام بالضبط كتدخل تاع الماء من غير 2 كيسان تاع المزهر، كتدخل 3 الكيسان تاع الماء من غير 2 كيسان ديال المزهر، 3 كيسان بالضبط، وتاني على حساب الدقيق. يعني داكشي علاش قلت لكم ضيفوا بشويه بشويه، راه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، داكشي علاش قلت لكم خذوا الدقيق تاع الحلويات لانه ما تيشربش، خذوا الدقيق تاع الحلوى يعني دقيق ممتاز ماشي تاع الخبز. ايوا صافي انا غادي نكمل هنا الجميع وندوز ندلكها فوق الرخامه وهانتوما معايا. والبنات اللي أول مرة غيديروا الشباكية أو العيالات اللي أول مرة غيديروا الشباكية بداو غير بكيلو، كيلو 200 غرام وديروا نص العبار اللي قلت لكم أنايا، النص ديال العبار، يعني راه 2 كيلو كيكون فيه 2 كيسان، 2 كيسان زنجلان، 2 كيسان لوز. نتوما في كيلو غديروا كاس العبار ديال الكيلو غديروا كاس زنجلان، كاس لوز، كاس تاع المزهر، كاس تاع الزيت، كاس تاع الزبدة،
المهم نص القوام كيما كتشوفوا أنا دلكتها، ها هي شتو العجينة راه هي قاصحة، وفي نفس الوقت راه ماشي ديك القصوح هي اللي ما غاتجمعش لينا، ها هي راه كتجمع يعني نقدروا نسرحوها بالمدلك. قلت لكم غديروا نفس القوام بالنسبة لكيلو 200 غرام، كاس من الحاجة. صافي هنا غادي باش ما غنغلب عليها راني قسمتها على جوج وغنعاود ندلكها نمعكها مزيان، وغادي نجمعها في بلاستيكة باش ترخف. هانتوما كيما كتشوفوا العجينة ملي درتها في بلاستيكة شتو راه ترخف شوية وكتسهل عليكم الخدمة. غنبدا هنا نقطع، يعني قطعوا على جهد قياسكم اللي غتخدموا بالمدلك. أنا غادي نقطعهم هنا حرابل، وغادي نبدا نسرّح فيهم نطويهم تاني، يعني باش تجينا الشباكية مجعبة وتجينا فيها دوك الجعابي اللي باش كتشرب العسل. يعني كل ما كانت الشباكية رقيقة ومورقة بحال هكا وتديروا لها دوك الطويات، فراه كتجي شاربة ليكم العسل وكتجي مجعبة. كيما كتشوفوا أنا كنطويهم على 3، غنبدا هنا نطويهم على 3 ونحط في بلاستيكة باش تاني يترخفوا، تنكمل كلشي وعاد نبدا نسرّح فيهم. صافي هنايا راني كمّلت كلشي وغادي نرجع نبدا نسرّح فيهم شوية بالمدلك، ونعاود في ديك الوراقة. واللي ما عندوش هاديك الوراقة ديروا المدلك، حاولوا تجيبوا عبار واحد، يعني تسرحوهم ما أمكن تكون العجينة تاع الشباكية تكون رقيقة. أنا راه كندوزها في النمرة التالتة، يعني أرق نمرة، النمرة اللي التالتة قبل منها. هنا عندي الماكينة فيها النمرة 7 كندوزها في النمرة 7. صافي هنايا أنا كنخدم بالجرارة لأن هادي ما خدماتش ليا الصراحة، ما كتقطعش ليا العجينة. هي زوينة كتجيب عبار واحد، كنحاول أنا نطراسي بها وكنعاود بالجرارة، أما هي ما كتقطعش ليا. المهم أنا اللي عندي هادي ما كتقطعش ليا، صافي كنخدم بالجرارة، كنطراسي بها يعني باش نجيب عبار واحد وتندير الجرارة تنخدم بها. فالصراحة الجرارة كتجيني أنا عملية على ديك القطاعة، واخا كتجيب لنا نفس العبار، ولكن معليش أنا كنطراسي بها نخدم بالجرارة. وهنا اللي يدو بوحدو يدير بحالي، أنا كنقطّع التقطيعات كاملين تاع الشباكية وكنديرها في بلاستيكة، وعاد كنبدا نخدم نشبّك على خاطري. أما لا كان الصراحة العوين فكيبقى واحد تيقطّع والآخر تيشبّك وصافي الشباكية كتبغي العوين صراحة. هنايا أنا هذه هي الطريقة ملي تنخدم بوحدي، راه ندير نقطّعهم ونجمعهم في بلاستيكة، وعاد تنجلس كنبقى نشبّك فيهم. والتشبيكة راه ديجا رجعوا الفيديوهات ديالي، رانا دايرة فيديوهات موضحة فيهم هاد التشبيكة اللي تندير أنا. يعني راه تشبيكة ساهلة وكتجي فحال الوريضة الصراحة، الشباكية كتجي فحال الوريضة. رجعوا الفيديوهات راه غتلقاو التشبيكة اللي حاطة ليكم أنا في الفيديوهات القصار وفي الفيديوهات الطوال. وصافي هنا أنا ساليت والشباكية ضروري تخليوها تنشف، يعني تنشف. أنا خدمتها هنايا تقريبا ما ساليتش بكري يعني في الليل، فخليتها حتى الصباح معرية. أولحوا عليها شي زويف يكون خفيف على قبل زعما الحشرات. صافي والصباح غير تنوضوا الصباح وقليوها، ما تخافوا حتى شي حاجة، ما غيطرى لها حتى شي حاجة. هنايا أنا كندير هاد الترتيب كما كتشوفوا. يعني العسل وفاش تحطيه ويكون داك الشي موجود حداك،
والعافية ديما طيبوا الشباكية على عافية تكون مهيلة، وتبقاو دوروها باش تجي كلها محمرة. والعسل خليوه الرمية الأولى والرمية التانية خليوها في العسل عاد حيدوها، يعني حتى تبغيو تحطوا الرمية التالتة عاد حيدوها. صافي هنايا أنا غادي نقليها، ومني تبغيو ديما ترميو الشباكية في الزيت، نقصوا العافية لأن الزيت كتكون سخونة باش طيب ليكم على خاطرها وما تبقاش يعني خضرة من الداخل وتشوط من برا. نتمنى إن شاء الله نكون شرحت لكم في هذا الفيديو، نتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى إن شاء الله الدعم ديالكم وديروا لي لايكات وتشجعوني في هذا الفيديو، بارطاجيو الفيديو. واللي ما مشتركش مرحبا بيه في القناة ديالي، نتمنى إن شاء الله تشتركوا. كما كتشوفوا راه غنشارك معكم عجينات أخرين تاع الشباكية، هذه غير العجنة الأولى واخا راهي صيبتها شحال هذه، ولكن يلاه باش ساليت باش لقيت الوقت باش نمونطي الفيديو صراحة، لأن المونتاج كياخذ ليا وقت كتير كتير، وكنخدم لي كوموند تاع الشباكية ما تيبقاش ليا الوقت في الليل كنسالي كنطيح كاو. يعني تمارة الحمد لله. بسلام عليكم، إلى اللقاء.